باب موجبات التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته. تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لجمعة أو سنة. إن عادموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء، أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عرفا، أو إن على نفس ومال خافا، أو ثمن الماء نما إجحافا، أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. فروضه 5 صعيد طهرا والاستباحة وسم الأكبرا، والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما، وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضرب ورتب وارفق، وفضله التراب وامسح ظهر كل اليد اليمنى بكف اليسرى، وبطنها من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيع. وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل. يبطله الناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكرا، وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء.